يقعدون بالبلكونه، انت شيل الجلاس مال القهوه تقعد على الرصيف. والله السالفه هاي غاليه. ولت على يوم يشتري لك قهوه وكوب انت الجلاس تشيل جلاس قهوه تقعد على الرصيف، يطب من يمك هذا يصيح مي ارو مي ارو مي ارو. حس لا اكو شوف، هي اكو شغلات هم بعد. اكو شغله اللخه اللي هي داقتني، ليش يلبسون بيجامه هاي اللماعي؟ شنية؟ المثقفين ايه مو يقعد الصبح ايه وياه الكتاب مالته وياه فنجان القهوه، ولازم لا لو يلبس الروب مال الحمام، ايه. هذا الروب الحرير لو بيجامه حرير اللماعي. هاي ليش؟ مين نجيبها؟ هاي مين اشتروها؟ انا اعتقد على مود تعكس الشمس عنا، على مود رجلين. لا انا هسه القهوه موجوده والكتاب اخذ واحد من الجهال اقربيه. البيجامه الستن حسب ما البيجامه الستن منين اجيبها؟ وين القاها؟ ايه ستن ولك هاي وكاي الستن غاليه يا ول، هاي فخمه يسمونها. يا ول امي ما عندها وحده. يا ول والله يا ول انا قلبت الكنتور مالتها مالي بس كدري. مصطفى يا ول ماكو بس الكدر والفوطه. مصطفى يا ول انا مو اجيب ستن للبيت مال التصليح، هذا نفس البورق. ايه هذا الستن مال التصليح نوبه، انا اشتغل بالديوانيه، قلت له يمه على هذا اللي بصفنا يقولي لي حسام يريد ستن مال التصليح، فراح جاب الستن مال التصليح. المهم طبع براسه حلو. خوش. ايه ليش مو من جنب نواد نتعش جت الصغيره ها. وكندمجت عبالي واتساب انت تقول اسمه اختنا. وين يا ول العرب؟ والله العظيم تتعرض انت تقول اسم اختي. يا ول انت هذاك اليوم اول البارحه امي طالع بس صوتها بالسناب كلها جتني بالشركه اقول لك حسام ايش عنده طالع ويا امك. يا ول لك ما ادري اكاون، ما ادري اضحك بوجهه، ما ادري اظل صافن عليه، ما ادري اقول له انت ليش تغلط، ما داعي يمدحني. اختي موصيه امها على ستن، امها راح جابت له كيس مال ستن وجاي. والله العظيم. بس هسه هم انا نرجع ايه مصطفى يا ولد امه عجبها السناب تقول سوي لي سوي السناب. رحيم. تقول هاي خوش تسولف ويا العالم والله، هي ما تدري. والله راح اسوي لها. شو تسوي لها يا ول؟ اسوي لها سناب يا ول. هي بالبيت مو ساكته والنوبه تسوي لها هذا الاصفر. عسام انا اول شيء فتحت لايف على مود اصعد وياك جوله. يا ابو تخيل مصطفى، تخيل امه عندها سناب يا ابو، من يجيني البنوات تصور يوم مودن بنياتي خوات حوس. يا ابو يا ول انا ايش قلت لك يا ول؟ قلت لك يا اختي الكبيره تموت علي يا هاي خالد حوس ونسكت. يا ول يا ارعن، وانت مجدتني قلت لك اثنين، انت واحد مشهور وانا على الاقل اضم راسي، انت مو اثنيناتنا نتفضح. على الاقل خلي واحد فينا يتفضح وينعرف. انت اقول لك احلى شيء نوبه كنت ما اطلع مصطفى بالبدايه، مو ما نطلع ما طالع. عمي هو العم احمد ما يدري بالسالفه، ترى ما كان يدري. اي ادري ما كان يدري بهالموضوع. المهم فطلعنا انا وياه، قال نروح البغداد نجيب برق مال جدران، فرحنا كان نطب من يم قال امشي خل نروح للمول نتغدى، فطبينا للمول كل ساعه يجي واحد ياخذ وياي صوره. كان اقول لك وقت شو مسوي؟ قلت له والله مسوي. قلت والله العالم عاد ياخذون وياك صور. قلت والله ما ادري.
ما مسولف لي اياها يا ولد هاش بكيت. يا ول يجون علي يقول انا وحس، ويقول شنو حس يا ول. حسام، اه بس لا تنسيني هاي برابع مره ارد اسولف وياك بدك تنسيني بيها. شنو هي؟ قبل اسبوع رحت على هذا ابو الدشاديش اللي من رواد. خوش. قال لي حسس قبل كم يوم كان يمني. ايه. قلت له اشترى ملابس، كان يقول لي والله اشترى. قلت له اخذ شحاطات، كان يقول لي ايه اخذ. قلت له يعني مشتري عنده، كان يقول لي ايه. رحت إيه. اشتريت منه شحاطه بيضة واشتريت منه دشاديش 2. ايه. هذا الحكي قبل اسبوع، واني اني ما التقيت بحد وما حد دخل للغرفه بس انت. والله مقهور من كل عقلي، بزعت مليت ارد اشتكيك للناس. وين راحن؟ لا عادي مصطفى، اليوم جيت لقيتك بالقرى، والله بالقرى صحيح. جيت كان قلت له مصطفى وين؟ كان يقول بالشركه. كان القى شحاطه بالباب بيضه تجنن. كان والله مقهور عليها من كل عقلي. بعدني ما لابسها، بعدني بعدها مشى من شلون اخذتها بطريقه قانونيه. شلون؟ اخذتها بطريقه قانونيه. قلت لهم هاي شحات تجابها انا، صار لي شهر ادور لها. كان يقول والله مصطفى لابسها تجابها انا، مصطفى هذا قبل ياخذ مني. كان يا ولد انا اخذ منك يا ولد، بعدني ما مدشنها، بعدها زيرو، بعدها جديده. والله سويت زفه بالبيت. كرم الله ماشيه، كرم الله ماشيه. والله مثل لامبيه. ما اخذها، ما اخذها اساس. بس اسمعني، ما اخذها انا ب 27,000. مصطفى ما اخذها ب 27,000. مصطفى اريد اسوي شغله يعني ضحك، شغله يعني مميزه تظل للتاريخ، يسوون لنا تمثال عليها. بس حائر شو اسوي؟ شلون يا ولي؟ يعني شنو قصدك؟ يعني نسوي شيء مميز. من يسوي؟ انا وانت نسوي لي التمثال عادي. لا انت طلعنا من هالمواضيع دخيل الله. اريد اسوي شيء مميز بالعراق، العالم تظل تذكرني بيه ويسوي لي تمثال. شنو؟ والنوبل العراق؟ اي لا شنو؟ انا وطني، شغل لنا وطني. ايش بيك؟ هاني صار عندي ايرور. انت تريد تسوي سالفه انت للعراق ويحطون تمثالك يا معروف الرصافي؟ اقول لك مصطفى، ابو جعفر ليش حاطين بس راسه، جسمه وين؟ لا تنتهي غلط، والله دايخ، والله والله انت تحرشت. والله قال لي التعبير بس قف. حس والله ما اقصد فيها شيء، بس راح اسولفها قبل. اسمع يا ولد، اسمع قبل التعبير قال نقف. اسمع يعني والله صحيح، يعني هو مقصوص لو شنو، بس فهمني الوضعيه تكبر مني. اسمع قبل سنه طلعوا مظاهرات عليه. ايه. انا واقف بباب الشركه، اجى يبني زلمه شايل هاي الجقاره القربين وشواربه بيض صايرات صفر من الجقاير ولا سن بحلقه. خوش. طافره طالعه الدنيا من عينه، واقفين انا وياه. كان يقول لي يا ابو شكو شنو هالهاسه؟ قلت له والله عمي ما ادري طالعين مظاهرات يريد يشيلون ابو جعفر، تمثال ابو جعفر. ايه. قال ادري ابو جعفر حاطين بس راسه وما خلصانين منه، لعد يحطوا كل والله قال حاطين بس راس المسلمه وما خلصان. كافي، مو واتساب. التمثال والله التمثال. خطيه يومين شايل الوجه وخليه يصد بصفحه. يا اخوي
دوخني والله من اجي يم الفلكه ما اندل منين افوت على بيتنا. اقول له حسام خلي وجهك على، اقول له وين وجهه؟ يقول لي ايه؟ اقول له خليه هو قدامك وفور لي افتر عليه من راسه. حسام يفتر بي بالعكس. يا اخوي اجي افتر على ابو جعفر منه القاه يدحق علي، افتر منه يدحق علي، وين افوت ما ادري. اقول لك شغله ما تضحك، تدري اليوم ايش كم مره فتت من يم من يم مول المنصور؟ ايه 3 مرات اريد اطلع للاعظميه لا تقول لاحد. حس الله عليك. يا ولد دار وارجع يم مول المنصور ادحق المول. اسمع مصطفى. احلى شيء اول ما طب ابو الذهب حلو، وهذا قاعد وياي واحد قلت له هذا صديقي، افترينا النوم كان ارجع قلت له هذا امه صديقي، رجعنا النوم ثاني قلت له حسام صار لك نفس الشارع كنت